حد عجوز كده قال لي في يوم: اللي بيفهم معنى الدنيا بيبقى ارتاح من هم كبير، ولا بيخاف على حد يسيبه، ولا بيخاف على رزقه يطير. سعرها ارخص من مظاهرها، ولا تستاهل اي مناهدة. هي يا دوبك ساعة واحنا علشان جهلة نشوفها كتير. كفنك مش بجيوب ولا ينفع تاخد حاجة من الايام، واللي بتفضل هي السيرة وبيها بيفتكروك قدام. مهما كنت بسلطة وعزوة برضه هتنزل تحت لوحدك، وهيرموك على الرمل الناعم يفردوا جسمك وانت تنام. مين يا عبيط كمل بفلوسه، ومين اختار صحته بالجاه؟ مين ما جالوش الموت واصطاده وسابه عشان في عزوة معاه؟ الكسبان كسبان بالصالح والأعمال والعمر الطيب، والخسران خسران لو يظلم أو يفتري على خلق الله. فقر النفس أصعب بكتير من فقر الجيب، كلها أرزاق. ربك عنده الخير والحكمة وبيوزعهم كيف ما يشاء. جوع البطن علاجه بسيط، أما الجوع إن كان في العين صعب يكون له علاج يملاها، وده مش جوع وخلاص، ده بلاء. ماتت ناس كانوا أغلى الناس واحنا زعلنا عليها شوية، بكرة هيجي علينا الدور برضه هيبكوا علينا شوية. الإنسان طبعه النسيان، واللي بيفضل ليك ذكراك لحظة محدش مستنيها لكن نعرف إنها جاية. حوش ناس حلوين يدعولك، حوش ناس هتموت فيجولك، تبكي عليهم دنيا وآخرة، ولما تغيب وتسيب يدعولك. حوش لحظة تعيش مع أهلك ضحكة بطعم جميل وحقيقي. حوش صالح تلقى الصالح، غرق كل الناس بأصولك. دنيا ايه اللي احنا عليها بنظلم بعض ونخسر اهل؟ نمشي نحوش حاجة في حاجة وننسى انها هتروح بالسهل. كنز الرحلة في طعم الرحلة وفي الايام الحلوة معاها. بس نقول ايه للانسان والانسان من طبعه الجهل؟ ياما خسرنا اصحاب بحاجات، وياما خسرنا حاجات بصحاب. ياما في ناس في الدنيا عظيمة وكان اخرتها في ايه؟ في تراب. عشنا وشفنا كتير وما زلنا نسيب الاصل ونحضن زور، ومهما عرفنا اصحاب وحبايب برضه بنرجع لسه غراب. اسأل نفسك ايه الدنيا وانت هتضحك على اوجاعك، وانت هترمي الناس والهم وحزنك فيها بعزم دراعك، وانت هترجع تاني تقرب لله وتبقى سايبها عليه، ولا يفرق لك حد يبيعك، ولا يفرق لك حد اذاك او حبيته بقلب وباعك. وانت بترضي الناس تنساش ترضي اللي خلقهم فيعينك. لو حبك ربك هتلاقي كل اللي تشوفهم حبينك. طول العمر هتفضل تايه في الايام مش فاهم حاجة، بس هتفهم اخر يوم انك ضيف هتزور وتغور. فبلاش تتشعلق في السلم بيك مش بيك مكسور. فهدى كده وسيبها على الله. وعجبي